كيف ما شفنا الاخوان المنتخب الوطني المغربي فهو تعادل اليوم في اول لقاء ديال محمد وهبي رفقته هاد المجموعه. رفقة المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم فهو تعادل مع منتخب صعيب وصعيب جدا، منتخب اكوادور. كيف ما قلت في الفيديو السابق فهو منتخب اللي ما انهزمش طيله 15 لقاء. هذا المنتخب الاكوادوري فهو تاهل كاس العالم في الرتبه الثانيه وراء الارجنتين، وكنعرفوا كاس امريكا الجنوبيه اشنو هو فيها البرازيل، فيها باراغواي، فيها الاوروغواي، فيها البيرو، فيها منتخبات قويه اللي المنتخب الاكوادوري فهو دار بلاصتو معاهم. هذا المنتخب الاكوادوري تحكم في زمام الامور في الشوط الاول، لانه كان واحد الارتباك كبير في العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي، خصوصا في وسط الميدان. وسط الميدان اللي ما استطاعش انه يخرج الكره من الدفاع، وهنا غادي نتكلموا على الدور ديال العيناوي وحريمات. صراحه هذا الثنائي في الشوط الاول ما اداش باداء جيد، ولكن غادي تحسن المستوى ديالهم مع مرور الدقائق خصوصا في الشوط الثاني. المنتخب ديال الاكوادور فهو استغل هذا الارتباك وحاول انه يحتكر الكره، ولكن كان احتكار سلبي، لان المنتخب الوطني المغربي استطاع انه يحد من دوك الهجمات ديالهم. المنتخب ديال الاكوادور كيلعب بواحد الطريقه، واحد الاندفاع بدني كبير، واحد الضغط عالي. كنشوفوا بان المنتخب الوطني المغربي اللاعبين ديالو فكتمشي لهم الكره دغيا. المنتخب الاكوادوري كيلعب على الكره الثانيه، يعني كيلعبوا الكره لقدام وتيمشيو باش ياخذوا الكره اللي غادي ترجع من عند الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. الشوط الاول كيف ما قلنا سالب بواحد الهجمات قليله من الجانبين، رغم ان اخطرها كانت ديال اوروغواي، لولا الحظ كانوا غادي يسجلوا علينا. الشوط الثاني محمد وهبي فهو تمكن من انه يعرف مكامن الضعف ديال المنتخب الوطني المغربي رغم تسجيل الاصابه ديال الاكوادور. كيف ما شفناها جات من خطا في وسط الميدان، احد اللاعبين مشات ليه الكره وكانت هجمه مرتده سريعه وتمكنوا من انهم يسجلوا بسهوله. من بعد فمحمد وهبي عرف مكامن الضعف ديال المنتخب الوطني المغربي، وهنا غادي نتكلم على الجهه اليسرى اللي كان فيها المزراوي، واللي من تما جا البيت الاول، لان المزراوي بقى تيتسنى في داك اللاعب جناح الايمن وما خرجش عنده يقطع الكره. دخل على صلاح الدين فعطى واحد الانتعاشه الجهه اليسرى. وهذا الشيء اللي خصنا نعرفوا الاخوان، باننا في المنتخب الوطني اللاعب ظهير ايسر خصو يكون تيلعب بالرجل اليسرى. فكفانا خواطر كيف ما تنقولوا. المزراوي ما عندناش معاه شي حاجه شخصيه، ولكن حبذا لو انه يلعب لاعب كيلعب بالرجل اليسرى، لان ملي كتلعب بلاعب بالرجل اليمنى فهو تيعطل عليك الهجمه وما تيخرجش في الوقت المناسب، لانه ماشي الرجل ديالو هذيك. من بعد جاو بعض